كبيره ولكن من لاعبين مميزين، يحتاج وقت اطول من كده. ادي امامنا روزيكي اللي سدد الكره الخطيره، يطلع على طول. ادي الونش خطره جدا، شوقي السعيد والكره الحائره والهدف في هذه اللقطه. الكره الحائره واللاعب بافون بادزي يسجل الهدف الاول هنا في هذه الكره وفي هذه اللقطه. بافون بادزي يعطي الامل هنا في هذه اللحظه ويسجل هدف التقدم لكابس يونايتد بعد هذه الهفوه الدفاعيه. بافون بادزي سجل في مرمى اهلي طرابلس من ركله جزاء، وسجل في اللقاء الثاني ايضا. وادي امامنا هنا شوف الونش، ادي امامنا شوقي السعيد، بافون بادزي اللي قاتل على الكوره، وادي امامنا الكره تصل هنا في عمق الدفاعات، الكره الحائره، وبافون بادزي يعني وحيدا هنا تصل اليه الكره السهله. مشكله عدم التركيز في التغطيه الدفاعيه. موقف دفاعي سهل مش صعب، كرة اتشالت وراحت ورجعت، وبافون بادزي هو اللي يصطادها ويسجل هدف التقدم في هذه المباراة في تحقيق الفوز او الوصول الى التعادل. ستانلي امامنا متقدم كابس يونايتد. ادي واحده من ايمن حفني، حكايه روايه وتسديده، وستانلي يضيع. لف يخش لف يخش لف يخش يا شيخه، لف يخش يا شيخه. الهدف ياتي ايمن حفني. يا حفني يا حفني تعملها كده يا حفني، تزعل منك الناس يا حفني، ده انت حرام تقعد يا حفني، حرام حرام حرام. ايمن حفني يا جماعه هي لمسه واحده، لا لاعب يلعب 90 دقيقه 180 دقيقه، ايمن حفني واحده بس، واحده حكايه لستانلي. وستانلي المره دي يسجل، ترتطم في بروسبر ويحاول عليها المدافع، ولكن كره ستانلي كره التعادل للزمالك، وحاول عليها جاستس يانجانو، ولكن الكره الى الشباك. هدف التعادل من صناعه المايسترو. غاب المايسترو فغاب صحيح في الدقيقه 74 بداعي التسلل الغير صحيح. خطر جدا هذه الهجمه، وادي امامنا خطير 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 يا راجل، حرام عليكم مش معقول. الاخطاء المتكرره. براين اميديو بيسجل في هذه اللحظات هدف التقدم في الدقيقه امامنا 75. الدفاع الزملكاوي هنا فين التغطيه، فين الكرات؟ الكره الراجل مشي براحته قوي وسلم اميديو واحمد توفيق في اللقطه الماضيه، مفيش تغطيه دفاعيه، وبراين اميديو بقى جات له يعني على القدم المحببه واسكنها الشباك عشان يتقدم كابس يونايتد بهدف تقدم. بص حضراتكم هنا وسط الملعب، ريكو مش لاعب وسط مدافع. وادي امامنا هنا ثمن طبعا غالي النهارده دفعوا نادي الزمالك يعني الاختيار التشكيله لم يكن الاختيار الامثل. وادي امامنا هنا براين اميديو، والكره صعبه المره دي، وصلت للراجل براحته جدا وبالقدم اليمنى قويه في مرمى احمد الشناوي عشان يتقدم كابس يونايتد 2-1. لما هنا امامنا معروف يحاول معروف ويعدل ويسدد ومعروف، لكن امام تكتل لسه الفرصه قائمه. وادي امامنا التدخل ومقطوعه الكره احمد توفيق، وممكن انطلاقه وممكن هدف ثالث عن طريق اللاعب براين اميديو. فسع احمد توفيق فيها، خد توفيق في اللقطه الماضيه اللي ما عندوش اي نوع من التوفيق ليسجل براين اميديو الانتصار الغالي جدا لفريق نادي كابس يونايتد نادي الزمالك. وابناء نادي الزمالك النهارده لا يستحقوا الا الخساره، لا يستحقوا الا الخساره. الاداء الهزيل والاخطاء المتكرره وغياب الروح. نادي الزمالك مش فانيلات، نادي الزمالك طول عمره لعيبه ونجوم. نادي الزمالك عمره ما كان فانيلات. خطأ كبير في مباراة اليوم يدفع ثمنه جماهير وعشاق نادي الزمالك، وهدف يأتي هنا بمثابة رصاصة الرحمة. بص أمامنا توفيق حيران مش عارف يعمل إيه في اللقطة الماضية، يعني على الأقل اعمل فاول اعمل أي حاجة، لكن أمامنا هو